بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جيتكم اليوم بحكاية جديدة، وتقول مولات الحكاية: أنا عمري 40 سنة، تزوجت وأنا صغيرة كي كنت نقرأ في الجامعة، وعشت مع رجلي حوالي 22 سنة بعد قصة حب وعواطف ونية صدقة. لكن بعد الزواج وعام بالضبط تقلب زوجي فيا وأصبح لا يطاق، ولا متقلب المزاج وعنيف بزاف، ولا غريب الأطوار. كنت كل يوم في المعاناة معاه، غيار، يضربني، يحقرني، بلا الفقر والشك والغيرة. في الأخير وبعد معاناة 10 سنين معاه زاد عليه الحال، وبانت باللي راهو مصاب بمرض عقلي. حالته كانت ساعات تزيد وساعات تتحسن، لكن بعد العلاج في مستشفى الأمراض العقلية سائلت حالته ولا خطير حتى على أولاده. أنا طلبت الطلاق، وبعد معاناة عامين في المحكمة حكمت المحكمة بالتطليق بإثبات الضرر ووجوب فك الرابط الزوجية. اتطلقت وعندي 2 بنات وطفل. رحت لدارنا اللي هي زعما فيها يمه وخاوتي. خاوتي كانوا في زوج ما يخدموش وقاعدين في الدار، وكانوا يتعاطاو المخدرات وعايشين مع يما. بابا متوفي. يما كي سمعت بطلاقي ما عجبهاش الحال ورفضت، رغم أن السبب كان واضح ومذكور بالتفصيل في الحكم. بصح هي دارت لي الشونطاج وقالت لي ترجعي وحدك بلا ولادك. حبتني نسمح في ولادي، مع أنه باباهم غير مؤهل للحضانة. جاو حباب ربي، جاو الناس هضروا معاها، فهموها باه يقنعوها، والو ما حبتش تقنع. انا حطيتها قدام الامر الواقع وجبتهم معايا ورجعت لدار بابا، وقلت بلاك يحن قلبها ليا شويه. لكن هي مع الاسف الشديد زادت حقدت عليا، وولات تخطط لي مع خاوتي في زوج باش يخرجوني من الدار. كانوا يضغطوا عليا باش نرجع لراجلي ولا نخرج نروح نكري برا. كانوا يتعاطاو ويشموا الدخان، ويما اللي كانت تدعمهم ماديا غير باش يقفوا معاها ضدي أنايا وباش يكرهوا لي حياتي. كانوا على أسباب أتفه الأسباب يضربوني ويضربوا ولادي. حتى في غيابي كي كنت نخرج نقضي ولا عندي شغل كنت نرجع نلقاهم مقنوطين ومصدومين ومضروبين ومحرومين من رحمة ربي في باطل. تخيلوا أمي كنت نسمعها كيفاش تسبهم بأبشع الألفاظ وأقبح العبارات، حتى أنها كانت تقول كلام الشوارع بدون خجل ولا حياء من الجيران تاعنا. وحتى أنها كانت تتهمهم بالسرقة وتسبهم وتعايرهم باباهم المريض، وتقول لهم إن شاء الله ملعونين كيما يماكم وما تشوفوش الربح إن شاء الله، وإن شاء الله تتشردوا في الشوارع. وتحرش خاوتي عليهم وعليا، خاصة الصباح كانوا خاوتي ينوضوا مقلقين وغشين على خاطر كانوا يحتاجوا المخدرات، وهي تبروفيتي باش تكره لهم حياتهم وهما يجيو يكرهوا لي حياتي. كانت هذه هي الخطة تاعها. كانوا مرة ينحيوا لي دوزاني يرميوه من الطاقة، كانوا مرة يضربوني، مرة يقطعوا لي حوايجي، كل خطرة كيفاش. يما كانت بكري كي يدخلوا عليها خاوتي يحكمها الرعب
كل ما يخرجوا تدعي تقول يا ربي ما يرجعوش، على خاطر كانوا مكرهين لها حياتها وكانوا ماشي صالحين. ودرك هاد النقمة اللي كانت ولات نعمة على جال انايا. الحقيقة خاوتي على بالهم باللي تفتري عليا وتكذب في كل شيء غير باه تشوهني، حتى وصلت انها تقيس شرفي وعراضي وشرف بناتي مع انهم قصر. في الحقيقة صدمتهم صدمة كبيرة، وراهم تقاسوا نفسيا، تحرموا من باباهم وزادوا اصطدموا بالواقع تجدات وخوالهم. إن شاء الله يا ربي يرفد عليا هذا الابتلاء، ولا يرفدني ونتهنى. عييت من هذه الدنيا وما عرفتش الحل. يما ظلمتني بزاف، ما استنيتهاش منها. يما اللي جابتني للدنيا هي اللي تدمرني وتمرضني. هذه ماهيش في المنطق، ومستحيل يكون عادي أو أمر ديروا أي وحدة. لو كان جاو عندي دراهم، لو كان راني خرجت وكريت مع ولادي، ليش سكراج؟ بصح علاش الظلم؟ من حقي نعيش مهنية في داري، في دار بابا. ما طلبت منهم والو، غير يخليوني برك نتهنى ويخطوني باش نوقف على رجليا ونربي ولادي ونشوف لهم مستقبلهم. راهم عرقلوني وغموني وعذبوني،